اليوم جبت لكم كتاب فيه الأسرار اللي 1% من أثرياء العالم كيعرفوه وما باغينش يشاركوه معنا. أصدقائي صديقاتي، الكتاب ديال اليوم هو أسرار عقل المليونير ديال الكاتب والمليونير الشهير تي هارف إيكر. هاد السيد خاصنا نشكروه وبزاف، حين زعم وشارك معنا حنا الفقراء شنو هي الحوايج اللي نديرو باش نوليو حتى حنا مليونيرات. وثقوا بيا، ملي قريت الكتاب تصدمت وبزاف، حين تبان ليا بلي بيننا وبين الثراء كيلومترات، ونقول لكم كاع سنوات ضوئية. عرفتوا علاش؟ حيت حنا الفقراء العقل ديالنا ما مهيأش على قبل الفلوس والثراء. ايوا سيدنا، انت ولا انتي بغيتي تخرج من هاد النمط اللي عايش فيه، جيب لك شي كاس ديال القهوة قاصح او لا اتاي، وما تنساش معاك ورقة وستيلو، وركز معايا. اليوم غادي نعصر لكم كتاب اسرار عقل المليونير. دايما كيجينا السؤال ديال علاش شي وحدين دغيا كيديروا فلوس ووحدين اخرين كيبقاو عايشين في الصراع المالي. هارف ايكر كيجاوبنا على هذا السؤال وتيقول لنا بلي القضية كاينة في عقلنا، وبالإضافة على هذا الشيء فراه كيكشف لنا على الحلقة المفقودة بين الرغبة في تحقيق النجاح المالي وتحقيق الأمر فعلا على الواقع. وهنا فين كاينة اللعبة. الكتاب مقسم على جزئين. في الجزء الأول كيشرح لنا كيفاش كيخدم المخطط المالي الخاص بنا، حيت حتى حاجة ما كتجيب لا مخطط. وفي الجزء الثاني كيورينا 17 طريقة اللي كيفكروا فيها أو لا كيفكروا بها الأغنياء. يلا نبداو على بركة الله. الجزء الأول، العالم اللي كنعيشوا فيه نقدروا نقولوا باللي منقسم لجوج أنواع: العالم المرئي اللي كنشوفو والعالم الغير مرئي، داكشي اللي ما كنشوفوش. غادي تقولوا لي منير ما فهمناش. نعطيكم مثال باش نقرب لكم الصورة. دابا انت ولا انتي ملي كتشوفوا شي واحد راكب في شي سيارة فخمة رباعية الدفع الى اخره، او ساكن في شي منزل زوين بزاف، فرا داكشي اللي كتشوفوا هو النتيجة واللي مرئية ليكم. ولكن داكشي اللي ما كتشوفوش وهو السبب اللي وصل هذاك الانسان لهذيك النتيجة. اذا السبب ما كنشوفوش وكتبان لينا غير النتيجة واللي هي كنحكموا بها. ما كيبانش لينا المجهود والعمل وربما سهر ليالي اللي دوز هذاك الانسان. اذا كنفهموا باللي حنا عايشين في عالم السببية، يعني السبب كتعطي النتيجة. النقطة الثانية، المخطط المالي الداخلي. المخطط العقلي أو الداخلي ديال كل واحد فينا هو بحال واحد منظم ديال الحرارة اللي كيخلينا دايما في واحد منطقة مالية معينة. وبالتالي إذا لقينا راسنا فجأة اكتسبنا مبلغ مالي كبير وحنا ما مستعدينش، كاين احتمال كبير أن هذاك الفلوس غتمشي بسرعة، يعني غنخسروها. وأكيد غتكونوا سمعتوا بهذوك اللي ربحوا ليا نصيب، يعني اللوطو باللغة ديالنا. فبغض النظر على حجم الفلوس اللي ربحوا، كتلقاهم بالسرعة كيرجعوا الحالة المالية الأصلية ديالهم، حيت ببساطة هاد المبلغ ما مولفينش يتعاملوا معاه. والعكس صحيح، يعني صحاب الملايين اللي وصلوا الثراء بمجهودات ديالهم الخاصة واخا تحيد ليه كل شيء وتقول ليه سير بدا من جديد، غتلقاه دغيا غيدير الفلوس. مثال بسيط، دونالد ترامب شحال من مرة خسر الفلوس وكيرجع يديرها. غتقولوا لي علاش؟ حيت ما خسرش العنصر الأساسي ديال النجاح اللي هو عقلية مليونير. النقطة الثانية، نحن نخلق واقعنا بطريقة معينة. كاينة معادلة مهمة بزاف كتلخص كيفاش كنخلقوا واقعنا ووضعنا المالي، واللي هي الأفكار كتؤدي إلى المشاعر، والمشاعر كتؤدي إلى الأفعال، والأفعال كتؤدي إلى النتائج. إذا كلشي كيجينا من الأفكار. دابا السؤال، منين كتجينا الأفكار ديالنا؟ في المقام الأول المعلومات الأساسية والبرمجة اللي تلقيناها في الماضي هي اللي كتولد الأفكار المالية. يعني إلا رجعنا للمعادلة فالصحيح اللي خصو يكون هو البرمجة كتعطينا الأفكار، كتعطينا المشاعر، كتعطينا الأفعال، وفي الأخر كنحصلوا على النتائج. وبالتالي من خلال تغيير البرامج ديالنا غنكونوا خدينا أول خطوة لتغيير النتائج. باش نوضح لكم الصورة أكثر، البرنامج تخيلوه بحال شي صندوق كاين في الدماغ ديالنا فيه تيكيتا ديال المال، وفيما كنكونوا في شي حدث عنده علاقة بالمال كنمشيو لهداك الصندوق كنحلوه ونجبدو داكشي اللي مخزون فيه.
واضحة الفكرة؟ بالمناسبة هذه راه كتنطبق على كل شيء. يعني فيما الإنسان كيكون في حدث كيحل الصندوق اللي عنده علاقة بهذاك الحدث وتيجبد شنو تعلم وشنو خزن فيه. دابا غنشوفوا كيفاش تكونت هذه البرمجة، واللي هي النقطة الثالثة. ثلاث عوامل كتدخل في البرامج ديالنا، وهذا الشيء ما كينطبقش غير على المجال المالي بل في جميع مجالات الحياة. التأثير الأول، التوجيه اللفظي. بمعنى كل ما كنسمعوا على المال ملي كنا صغار كيبقى في اللاوعي ديالنا وكيوجه حياتنا المالية. نعطيكم أمثلة. انت ولا انتي ما عمركم سمعتوا هاد العبارات؟ مثلا: المال هو أصل كل الشرور الموبقات، خاصك تجمع الفلوس على قبل اليوم العسير، الأغنياء جشعون، الأغنياء مجرمون، ولا هذاك دير فلوس حيت شفار وبزنس. ولا مثلا بحال أن الثراء نقمة، أنك خاصك تعاني باش دير فلوس. ولا الناس اللي عندهم فلوس تيكونوا مرض في صحتهم وغير سعيدين، إلى آخره من العبارات والجمل. اللي خاصكم تعرفوا أن هاد العبارات والجمل كتستمر في التأثير علينا كبالغين، وكتوجه جميع القرارات اللي كتخص المال، حيث تم التكييف ديالنا لفظيا باش نشوفوا الثروة كشيء سيء وخايب، أو لا ما يمكنش نوصلوا ليها. وبالتالي دماغك كيحط ليك جميع المعيقات باش ما ديرش فلوس، واللي انت ولا انتي ما بيناش ليكم. ندوز للتأثير الثاني. التأثير الثاني هو التقيد. الإنسان بطبعه كيتعلم من خلال اتباع قدوة، وفيما يخص المال فاحنا كنميلو نتصرفوا كيف ما شفنا الآباء ديالنا. هادشي علاش مهم بزاف نعرفوا كيفاش كانوا والدينا كيتعاملوا مع الفلوس، واش كانوا موفقين ولا مقتصدين، واش كيستثمروا بحكمة ولا ما كيستثمروش كاع، واش كانوا كيخاطروا ولا كانوا محافظين، واش ديما كان عندهم فلوس في البنك ولا ما كانش عندهم، واش فلوس كتجي بسهولة ولا بصعوبة، واش الفلوس كانوا مصدر فرح أو لا جدال. حيت حنا كنميلو باش نكونوا بحال شي واحد أو لا بجوج فيهم بطبيعة الحال فيما يخص المال. وهذا مهم بزاف باش حنا نفهموا راسنا وطريقتنا في التعامل مع المال. دابا اللي كنطلب منكم انت ولا انتي ملي تساليو الفيديو جلسوا مع راسكم وشوفوا كيف كانوا والديكم كيتعاملوا مع الفلوس، وقيدها وقارنها بطريقتك وشوف واش كاين تطابق ولا اختلاف، وخليو لينا في التعليقات باش تعون الفائدة بيناتنا. التأثير الثالث هو الأحداث الخاصة. التجارب ديالنا في الصغر بالمال والمعتقدات اللي بنينا هي اللي غتحدد كيفاش كنتعاملوا معاه في الكبر. إذا كانت تجارب سلبية فمن المحتمل أنك غتواجه مشكلة في الكسب أو الاحتفاظ به، والعكس صحيح. يعني إذا كان الرغبة في المال نابعة من خوف أو غضب أو حاجة إلى إثبات الذات، فراه كسب المال ما غادي إلا يزيد في هذيك المشاعر السلبية، وملي غدير فلوس غتلقى هاد المشاعر باقا كاينة، حيت ما الفلوس ما كتحيدهمش. نعطي مثال باش نوضح الصورة. إذا كان الخوف من نقص المال هو الدافع، فملي غدير فلوس هاد الخوف غيتحول إلى خوف من فقدانه، وبالتالي ملي غتبغي تتخلص من الخوف فراه بطريقة غير مباشرة غادي تتخلص من الفلوس. أصدقائي صديقاتي، إلا وصلتوا حتى لهنا في الفيديو فكنقول لكم شكرا على الإخلاص، ونتمنى نكون فدتكم. دابا سيروا ضبطوا هاد الشيء ونكملوا كتاب في فيديو جاي إن شاء الله. من تما خليت لكم السلامة.